طيب في لعبة خفيفة كده يا دكتور محمد بنحب نلعبها مع ضيوفنا في البودكاست. هي لعبة حصل ولا ما حصلش، سؤال كده سريع وحضرتك تقول لي حصل ولا ما حصلش وتعلق لي تعليق خفيف كده عليه. ماشي. ماشي. تمام. طيب مريض جالك العيادة وقال لك يا دكتور انا مأجل قرار العملية علشان خايف من العملية. اكيد طبعا. مم. يعني كل عيان، مش عايز اقول كل عيان، معظم العيانين اللي داخلين يعملوا عمليات بيبقوا خايفين، مم. خصوصا إن لو اول مره عيان يبقى بيخوض التجربه، يعني ان هو داخل اوضه العمليات هيعمل عمليه. مم. فهو بيبقى بيحاول وبيدور على اي طريقه تحاول تجنبه السكه دي. مم. يعني يا دكتور ما تنفعش بالعلاج؟ مم. طب ما ينفعش تتاجل شويه؟ طب مم. ما وطبعا نستنى في للاجازه؟ حالات ما ينفعش مع العلاج، يعني طبعا، حالات طبعا. قرار عملية. يعني اه. انا شايف ان المريض طالما وثق في الدكتور اللي هو رايح له ان هو مم. خلاص يعني هيكشف يستخير عنده ويتوكل على الله. بالظبط كده، مم. وهو الصالح المفروض الدكتور هيقول له عليه مم. حالتك هتستنى تستنى، مم. او تمشي بالادويه تمشي بالادويه. مم. انما لما الجراح يقرر ان العيان ده انسب حل ليه هي العمليه، مم. يبقى هو شايف ان ما ينفعش تتاجل. مم. فيعني يتوكل على الله، والموضوع دلوقتي بقى ابسط. يعني موضوع الناس برضو بتبقى التقنيات خايفه. الحديثة. طبعا مم. الناس مم. بتبقى خايفه من الوجع بعد العمليه، مم. من هو تجربه صحيح العمليه يعني نفسها. دايما بقولها المرضى اللي بيجوا لي العياده، هو مفيش حاجه بدون الم خالص. اكيد لكن اكيد. لكن التقنيات الحديثه قللت الالم جدا بنسبه كبيره. يعني قللت المضاعفات والالم والمشاكل اللي كانت بتحصل مع اكيد الجراحات التقليديه زمان. بس يعني يعني باكد على كلام حضرتك ان احنا ما ينفعش نقول ما فيش الم خالص، لا في طبعا، بس لا يقارن باللي كان بيحصل زمان طبعا. وبمناسبه العمليه، السؤال التاني بقى يا دكتور محمد، مم. مريض جالك حالته تدهورت علشان تاخر في قرار العمليه. اكيد مم. بتحصل كتير برضو. مم. يعني احنا الحالات بتاعتنا اللي احنا بنشتغلها بانتظام، في سيكونس، هو في حاجه بتوصل لحاجه لو العيان فضل سايب نفسه كتير. يعني ابسط امثله للكلام ده كله، العيان اللي عنده شرخ شرجي مزمن، لو سابه فتره عشان هو خايف من دخول العمليات او ايا كان السبب، تمام. يقلب ناسور، بنسميه ناسور شرخي. اي نعم الناسور بيبقى بسيط وكل حاجه، بس برضو علاج مشكلة أكبر. الشرخ غير علاج الناسور. وعلى ذكر الناسور، العيان برضو اللي بيبقى عنده ناسور شرجي او ناسور عصاصي تمام. وبرضو اجل العمليه، بيدخل طبعا في دول حضرتك بتشوفهم تتبعات كتير. طبعا. العيان اللي عنده ناسور معرض جدا ان هو لو فضل فتره من غير ما يكون عمل له تدخل سليم يجي له خراج. فبنحتاج ندخل العين الخراج، وبعدين لسه الناسور يفضل عنده، فبدل ما هيدخل عمليه مره يدخل 2 و3، او الناسور نفسه يتشعب بدل ما هو كان ناسور بسيط وممكن يخلص بمنتهى البساطه بتدخل بسيط. لا، الموضوع بيبقى اكبر وبيحتاج طريقه اخرى في التدخل يعني. طبعا الحاجات دي بتفرق مع العيانين. طيب من خبرتك كده يا دكتور محمد ومن واقع شغلك في جراحات الشرج والمستقيم، ايه اكتر حالات التدخل فيها بدري بيفرق جدا مع العيان؟ والله كل الحالات طالما العيان ده وصل لمرحلة ان هو عنده مشكلة من المشاكل اللي بنقابلها في المرضى بتوعنا يعني، ومحتاج عملية، يبقى طبعا هي العملية لو اتأخرت هتقلب معانا بمشاكل اكبر. تمام. يعني على ذكر المثال زي ما اتكلمنا قبل كده وجبنا سيرة الشرخ، لو اتساب ممكن يعمل زي ناسور، والناسور نفسه لو هو من البداية هو ناسور سواء شرجي او عصعصي، وقلنا ان هو اتساب وهو كان ناسور بسيط والتدخل بتاعه يبقى بسيط، لو اتساب ممكن يدخل العيان فيه خراريج متكررة او يتشعب. تمام. البواسير نفسها هي بتبقى درجة اولى تانية تالتة رابعة، فالعيان كل ما بيسيب نفسه الدرجة بتروح للدرجة اللي بعدها. ودي طبعا المضاعفات اللي ممكن تحصل من البواسير زي النزيف العيان الشرجي. طبعا نزيف، وبيجي لنا عيانين كتير عندهم انيميا حاده بسبب النزيف اللي بيحصل من البواسير. عندك بقى لها قد ايه؟ يقول لك 10 سنين 20 سنه 30 سنه. فطبعا التدخل البدري. حضرتك المريض اللي كنا اشتغلناه من شهر تقريبا، اللي هو احنا بنتكلم بنقول البواسير دي بقى لها عنده يجي 10 سنين 15 سنه، المريض رد علينا قال ايه؟ قال 40 سنه بعاني بقالي 40 سنه يا دكتور. وفي الاخر جه وعملها. هو طبعا لو عملها وهو من 40 سنه فاتوا، يعني انا متذكر العيان طبعا هو كان عنده حوالي 58 سنه، فلو بنتكلم ان العيان ده عمل عمليه من 40 سنه، كان عاش 30 سنه من عمره مرتاح. وهو العيان عشان يدخل يعمل عمليه في السن الصغير، طبعا يعني مش هنتكلم في شغل زمايلنا بتوع التخدير، هو طبعا صحته يستحمل العمليه ويستحمل البنج احسن كتير من يكون عيان كبير في السن 80 سنه 70 سنه 60 سنه. كل ما السن بيكبر
في امراض مزمنه بتظهر، مشاكل صحيه طبعا بتقابلنا مشاكل في التغيير بتاع تحضير الحاله. المريض للعمليه بيختلف. اكيد. وطريقه التدخل كمان، يعني المريض ده انا افتكر ان احنا يعني عملنا ليزر وعملنا ربط كمان ورفع للمستقيم، كانت عمليه كبيره شويه. يعني لو بنسميها احنا عندنا في العيادات يعني تailored ابروتش، اللي هو كل عيان ليه الطريقه الخاصه، يعني ما فيش حاجه اسمها ليزر للكل، جراحه للكل، كل حاله وليها وضعها. كل حاله طبعا بنفصل لها طريقه العلاج المناسبه ليها هي. احنا فحصناك في العياده، عملنا الانفستيجيشنز المطلوبه، الاشعاعات، التحاليل المطلوبه، واخر فحص هو الفحص تحت مخدر. بالظبط كده، ده اللي هنحدد بيه ايه هي خطه العلاج المناسبه لحالتك، لان في حالات ممكن نفحصها ونعمل لها اشعاعات، نعمل لها فحوصات، ما نكونش واصلين ل 100% من التشخيص. مزبوط. لكن اثناء العمليه نفسها بنوصل ل 100% من التشخيص، فبالتالي بنوصل ل 100% من قرار اجراء العمليه او التقنيه اللي هنستخدمها في العمليه. الحمد لله كل التقنيات موجوده، لو عيان احتاج اكتر من تقنيه مع بعض في نفس الحاله كل ده موجود. الحمد لله يعني الحمد لله العيان ده ما شاء الله يعني حالته دلوقتي كويس جدا، ويعني كيس ستادي زي ما بيقولوا. بالظبط. تمام. طب يا دكتور محمد، لو قدامك مريض متردد ان هو يجي يكشف او ياخد قرار العمليه، تحب تقول له ايه؟ اقول له يجي يكشف. يعني اصل هو جاي في العياده ما فيش عمليات بتتعمل في العيادات دلوقتي. يعني العياده هي عياده عشان نكشف فيها ونشخص، فيجي نطمنه على الاقل. يعني لا والله، طب انت خايف من العمليه؟ انت مالكش عمليه، او انت خايف من العمليه بس احنا مضطرين نعملها علشان 1 2 3، فهو يجي يكشف، يعني يسمع الاول. يعني يمكن نقدر نصيحه طبيه من حد متخصص، يمكن نقدر يعني نوجهه شويه ان هو يغير طريقه تفكيره. تمام. يشيل الخوف اللي هو حاسس بيه شويه. يعني وده الهدف من كلامنا، يعني هدف من كلامنا وانتشارنا على السوشيال ميديا ان احنا نطمن المريض. بالظبط. ان انت لما تجي لنا العياده، انت مش جاي العياده علشان مجرد بس ان احنا هنعمل لك عمليه، لا، انت زي ما قلت قبل كده وبقولها دايما، ان يعني تقريبا تلتين او اكتر من تلتين الحالات اللي بيجوا العياده بيبقى علاجهم يعني او مزبوط. العلاج النهائي ليهم هو علاج دوائي. مظبوط. مش عمليه. مظبوط. اتبسطت جدا بوجود حضرتك معايا. انا كمان والله. حبيبي يا دكتور محمد، ربنا يخليك. نشوفك على خير دايما باذن الله دايما. تمام. انا ما جيتش جنبه يعني. والله لو بصيلي ما انا بصيت له ضحك برضه.